فتحتوش. شو راحت انتوا عندكم شباك ده؟ انتوا قاعدين في الهوا طب ليه شارع كده يا استاذ حسين؟ ده انا بحبه يا عم اجري بعيد. عايز ايه يا حاج؟ وبعدين بقى خير جاي ليه دلوقتي؟ ايه؟ بقول لك يا اسماعيل، نعم. واحد كان اسمه اسماعيل قاعد يعمل كده البرنامج اللي فات، مات. اهدى يابا، انت عندك السكر. سكر يا حبقى. لا بقى العمليه زادت قوي. سألنا في الحديث مع الفنان الكبير حسين الشربيني ونأسف على العطل. استاذ حسين، اكتر مقوله، اكتر كلمه كل ما تروح تمثل شخصيه تلاقيهم كاتبينها لك في الحوار، كانت ايه؟ والله ما انا فاكر ده، انا عملت حوار كتير. سحس الله يخرب بيتك. ايه اكتر مقوله اللي قال لك عليها الاستاذ حسين الامام؟ ايه اكتر مقوله يعني ايه؟ طيب لو عرفت. مقوله وطعميه. الله يخرب بيوتكم، مالكم في ايه؟ اهدى يابا، انت عندك التراكت. اقفل التراك ده، اقفل التراك. صحيح انت عندك كربانكل. دي مهزله، دي مهزله. خلاص الله يخرب بيتك يا اسماعيل، الله يخرب بيتك. اشوف فيك اسبوع يا باي على الناس الرزله دي. الولد عايز يخش الحمام، روح وديه. حمام ايه؟ انتوا عندكم حمام؟ خلاص ولا ايه؟ خلاص يا اسماعيل. خلاص. طب بص يا اسماعيل، 5 دقايق خلاص مش معانا قطعوا الخط. قطعوا قطعوا الحمد لله. ربنا يا جماعه احنا طلعنا على القمر ولا ما طلعناش على القمر؟ ايه؟ طيب لسع الكاوتش دي يعني ايه؟ لسع الكاوتش في السويتش يا باشمهندس؟ لا بجد لا. ما خلاص انقله على ال 100 واط، انقل الخط على ال 100 واط. ايوه، ما تستقبلش تليفونات بقى على الوات الثاني خالص. ده احسن، مش فاضيين. اوكي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني على ضمانتك خلاص؟ اوكي. دي مهزله، انا بتكلم جد. يلا والله ايه ده؟ مش ممكن. لا صحيح. وبعدين منقين واحد غلس هو اللي فضل معلق معاكم. اسماعيل ده مش معقول على غلاسته وغتته. يا سحس الله يخرب يا استاذ حسين، ليه كده العوق ده؟ ايه يا اسماعيل؟ يعني انا رايح ربع ساعه عليكم بتغلطوا فيا. بص انا مراتي بتقول لي اصحى، دول بيعملوا يا استاذ اسماعيل احنا هنطلع على الهوا دلوقتي، هنطلع على الهوا بجد. طالعين على الهوا؟ ايوه. طب ما هتاخدوا برد كده. يا استاذ ما ينفع، بتكلم جد مش هزار. طب هتطلعوا على الهوا يعني؟ شكلنا وحش، احنا على القمر الصناعي، يعني في بلاد تانية بتشوفنا. طب خلاص هنطلع على الهوا، ستاند باي، يلا يا جماعه. يا استاذ هيقولوا علينا ايه؟ انا بكلمك جد يا جماعه. يا مدام احنا على فكره احنا عندنا خاصيه اظهار الرقم، هيبقى في بهدله. بجد. بهدله. لا ده انا عصبي جدا وقليل الادب. لا يعني ممكن اعمل لكم حاجات. يا استاذ احنا دلوقتي على فكره الرقم اتاخد وهم دلوقتي بيدوروا على عنوانك، خليك فاتحه كده لغايه لما البوليس يجي يقبض عليك. انا فاتحه عشان ريحه السجاير. بحبك يا سحس والله. احنا في حدائق القبه، اركب تاكسي وتعالى. لا ده انا بعيد، انا ساكن في الساحل الشمالي. شمالك ولا هنستناك يا جماعه. يا كنترول روم يا جماعه. ايه هي ماسوره واتفتحت يعني ايه؟ لا بتكلم جد. ازاي يعني راسع الكاوتش في السويتش بتاع الوقت اللي على الخط التاني؟ اوكي 4 3 2 الله يخرب بيتك يا اسماعيل على بيت مراتك. اطلع ولا ايه؟ ربنا ياخدكم. اطلع ولا ايه يا جماعه؟ يا كنترول يا رب اقرا نعيك بكره. اطلع ولا ايه يا كنترول؟ نعي ولا مستوي؟ يا هلا. ليه كده يا استاذ بتشتمني وتشغلط فيا؟ عملت لك حاجه؟ يا مدام مش كويس، لان يعني انتوا الاثنين هتتشدوا. بتكلم جد. انت بتشتمها ليه يا سحس؟ انت عارفها ولا ايه؟ ما هي باينه من صوتها. طب يا مدام خليك انت محضر صلح بيننا من فضلك. حاضر. استاذ حسين شربتوا حاجه الاول ولا لا؟ والله ما شربنا حاجه. هو انت طب اسخن لكم لقمه بسرعه. طب ابعت لنا 2 شاي. اسخن لهم سندوتش البطاطس. لو انت جدع كده بعت لنا 2 شاي وصينيه البطاطس. اقلل لكم كام بيضه ولا افتح لكم علبه تونه؟ استاذ اسماعيل انا هقول لك على فكره كويسه. امرني. سيبنا نطلع على الهوا وبعدين اشترك معانا في حديث نتكلم فيه. يعني اسيبكم تطلعوا بعد كده انا اشترك؟ ايوه خلاص. بعد ما نطلع
طب بكام الاشتراك بقى؟ السيدات والساده، عدنا بعد الفاصل. في يا عطل عم فني، يلا نروح. يبدو ان في عطل يا عم فني. يلا لا اتفضل نروح. استاذ حسين، في عطل فني. عطل معلش، فني في ايه ناس ده؟ عطل الخط، بشري. الخط فيه مشكله عندنا، وعلى ده في واحد اسمه اسماعيل على ال 14 رقم تليفون، ففي عطل جاي عليهم كلهم. فالظاهر حد من الاصدقاء مش عايز يقفل الخط. احنا استاذ هنستأنف. حسين انا زعلان بجد، لان انا بحب اتفلق. الاستاذ سحس. يعني انا نفسي تزعل. لا بجد والله. عارف انا مهمتي ان انا ازعلك. بالعكس، انا اول ما قالوا النهارده في لقاء مع الاستاذ حسين الشربيني قلت لهم ده حبيبي، وانا في الساحل الشمالي. حبيبك منين وانا اعرفك؟ لا انا، ما انت حضرتك، انا بحبك انما انت ما تعرفنيش. حبك بورص و10 الله خرص. يخليك. انا على فكره في الساحل الشمالي هربان من السحابه ماليش السوداء. دعوه بالساحل الشمالي. لو مع عايز- السلامه. طب ماشي. سلم على بابا. ما تغلطش فيه بقى، عيب كده. لا هغلط فيه وهغلط فيكي كمان. شكرين لو عم- كترتوا شكرين كلام عم سحس. مش هيحصل لكم طب كويس. انت حاطط على السبيكر، يعني يمسك السماعه اللي قال عشان يا أستاذ بكلمك حسين، يا لوحدك. استاذ حسين شايف اسلوبه؟ انت فاتح سبيكر اسلوبه مع وكل البيت المدام مش بيتكلم. حلو. اسلوبه مع المدام مش حلو، طب حقك في عليا، عوق. حقك عليا، احنا على الهوا على أسلوبه. فكره. على الهوا، على الهوا. وفي فقره مهمه لازم كلم نقدم بدريه فيها ناس. كويس. يا كنترول. يا بنت يا بدريه اللي بيغلط فيه الاستاذ حسين الشرابيني ده. شرابينك ولا مش هيحصل لك كويس. يا جماعه انا افتكرت انكم قطعتوا الخط عليهم بجد. لا، ما احنا جبنا فتله وابره. اقفلوا يا جماعه، اعملوا أي شيلوا التراك حاجة. من على الراك. كلموا هيئه التليفونات. النور وقع كمان، النور وقع. حلو قوي، اوكي جدا. والنبي يا استاذ رائد، الاخ اللي اسمه اسماعيل ده انا اتشائمت من. خلاص. الله يخرب بيتك. السيدات والسادة، نأسف للعطل الفني. عدنا بعد الفاصل لنستأنف الحديث مع الفنان الكبير حسين الشربيني. ونستأنف، كنا النهارده بنتكلم يا أستاذ حسين عن الصبر ومفتاح الفرج. اكتر من كده صبر؟ ده انا صبرت صبر ما صبرتوش قبل كده. الكلمة دي يقال إنها كل ما يعني نسأل حد من الممثلين يقول لك مفيش سيناريو إلا ما بيبقى مكتوب فيه. صحيح بيبقى الكلام ده؟ يا سحس ما ترد. ردت الميه بزورك. انت مالك؟ ما تغلطش في اسماعيل. هو بيسالني انا ولا ما بيسالك انت؟ تغلطش. أنا هقول لك على كوباية فكرة، شاي. أنت اعمل حديث مع أستاذ صحيح كل حسين. العيله يقعدوا اسأل. يا معاك. عم حديث مين؟ اسأل أستاذ حسين اللي أنت عايزه وأنا هسمع أهو. اتفضل فكر. اتفضل. ايوه. يا سحس، عملت مسرحيه في اسكندريه؟ لا لا بجد. لا بجد. طب اصحح لكم العيله يقعدوا دي معاك شوية. اشاعات. لا انا مفيش مشاكل ان انتوا انت تعملوا عارف مسرحيه في الصيف، بس طول السنه نذاكر. طب أنت آخر فيلم شفته عجبك الأستاذ حسين الشربيني كان فيلم إيه؟ لو ذاكرتوا طول السنه خليكم تعملوا مسرحيات في الصيف. فعلا أنت فين وهتتبهدل. يعني لو انت راجل بجد تعالى اقعد معانا. ما انا اصل المشكله في حاجه بس،